يعني انا مشكلتي كتير، بس قليل اللي بيقدر اللي هو يطلع يتكلم عن مشكلته. ما ينفعش. ما ينفعش، احنا العيال بتضيع والدنيا بتضيع والنتيجة بقينا ايه؟ السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم صوت الشارع. النهارده هنتكلم عن مشكله خاصه بناس كتير جدا، مشكله الاسره والمحاكم ومحكمه الاسره والازواج والزوجات والاطفال دايما الولاد هما بيكونوا السبب اللي بيشيل كل حاجه، مش السبب اللي يخلي الاب والام يعملوا مشاكل ويبعدوا عن بعض. معانا مواطن مصري راجل عنده مشكله وعايز يتكلم فيها، بعت لي رسائل شخصيه وكلمني وقال لي انا مش عايز حاجه من الدنيا غير اني اشوف ابني معايا، ونسمع منه. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ اسلام. احنا عايزينك تبقى هادي جدا، عايزك تتكلم. اعتبر بقى الكاميرا دي ابنك هيشوفها ومراتك هتشوفها واهلهم هيشوفوها ومصر كلها هتشوفها، وعايزين حل يا جماعه. احنا عايزين بالرساله دي خير، عايزين حل. هو كل اللي هو طالبه راجل عايز يشوف ابنه، فيعني نوري له ابنه. احنا ليه نعند في الابن نفسه؟ هو الابن مثلا ضحية ليه؟ هو الاب غلط، الاب وحش، الاب فيه عيوب كتير جدا، الام حلوة، الام وحشة. طب خلاص، هو الابن ده قدر، ده ابوه ده امه. احنا عندنا لا، ده لازم نتمنع عن ابوه، لازم ابوه نعمل ونسوي. طب مين المستفاد؟ يعني في الاخر مين المستفاد من الموضوع كله؟ ولا اي حد. الراجل خسران والست خسرانة والطفل خسران، وفوقهم المجتمع خسران. يعني انت المجتمع لما تديله ابن زي مثلا طالع من غير ابوه، متربي بعيد عن ابوه، هيطلع ايه؟ من كل 10 هتلاقي واحد كويس. احنا ليه ما نجهزش البيئة الكويسة؟ خلاص هو حصل انفصال بالطلاق، الطلاق ده حلال ربنا، بس اللي بيحصل في المحاكم ده مش حلال. ان انت تتبهدل عشان تشوف ابنك بس ساعتين، تقف بيه على جنب في مكان، ده مش حلال طبعا. ان انت تبقى انت متجوز مراتك معاك تلاقي رفعت عليك قايمة ورفعة والقانون بيديها، بتاخد احكام وجوزها عايش معاها عادي. مش انتوا في قواضي وفي كلام وفي محاكم وفي في قواضي محامين؟ وفي محاكم وفي محامين، في الاخر مين الكسبان؟ مينفعش، احنا العيال بتضيع والدنيا بتضيع والنتيجة بقينا ايه؟ ابني عنده السلطة انه يمنع ابن عن ابوه، او يمنع ابن عن امه. هو ده القانون صح؟ طب انت القانون وصل معاك ليه؟ وصلت ليه القانون بالقانون؟ 9 شهور مستني، كمان شهرين عشان اشوفه ساعتين في مركز شباب. يعني انت هو ده عملت، القانون. المفروض ان انت بتعمل حاجه اسمها رؤيه صح كده؟ ما هي دي الرؤية، ساعتين رؤية وتيجي مرة ومرة لأ ومرة تيجي طب انت شفت كام ابنك كام مره ابنك في مكان الرؤيه المحدد لحد النهارده؟ ولا مرة. ولا مره؟ ولا مرة. بقالك قد ايه؟ بقالي داخل في شهرين شهرين. عشان اشوف. جربت بصفه وديه تروح للناس دي وتتكلم معاها كده وتاخد حد وسيط خير وتقعد معاهم جربت والله واتكلمنا وتحس في الاخر ان الموضوع في ايد ناس مش عايزه تحل، بيودونا لنقطة انت وانت وقلت وانت فيك وانت فيك وانت عملت وانت سويت. طب ابني، هو ابنك ان كان عاجبك في المحكمة، ابني يا جماعة في المحكمة ان كان عاجبك، عندك المحكمة ورينا هتعمل ايه. اخر كلام الكلام. اخر كتير. انت بقانون ينصف شويه الراجل في حق رؤيه ابنه، ده حق. ما انت مش لاقي طريق، انت عمال تخبط على كل الطرق. رحت ودي، رحت محاكم، رحت مشاكل، رحت في كل الطرق، مش لاقي طريق. يعني ايه اصلا انت ما بتشوفش ابنك؟ متعرفش حاجة عن ابنك؟ طب انتوا المرأة اللي انتوا مدينها الصلاحية ديت مؤهلة اللي هي تقود حاجة زي كده؟ الست ديت انتوا اديتوها صلاحية كل حاجة، هل هي طلعت لكم اجيال؟ بقالنا 40-50 سنة في القانون دوت، هل طلعت لنا اجيال؟ ادينا شايفين حالنا بقى وصل لفين يعني. وحلقات الطلاق بقت كتير جدا. طلاق كتير لان بقت ثقافة. انت هتزعلني انا هروح ابهدلك وهعملك وهتيجي راكع. بالمحاكم. بالمحاكم بالقانون. انت تبقى هي في بيت ابوها كده وانت عمال تجري عشان تسلم لها عفشها وتسلم لها وتسلم لها. طب وفي الاخر هي كسبانه ايه؟
خدت عفشها وخدت حاجتها وخدت، ما هي خسرانة برضه. انت اديتها صلاحية، هي مش هتعرف تستخدمها، هي مش هتعرف تنشئ لك بيت يطلع لك ناس ينفعوك في البلد. الست اللي تعمل كده مش هتعمل، والنسب عمالة تزيد. المشكلة كلها ان انا عايز اشوف ابني. انا غلطت وهي غلطت، هي حقها تربي ابنها وانا حقي اراعي ابني واصرف عليه. يا عم سيب على الله، على الله. وان شاء الله باذن الله حمزه هيكون معاك وهتشوفه ان شاء الله، تشوف يوم في الاسبوع زي ما انت عايز. ونتمنى كده يعني انسانيه والدين، نروح نسال شيخ او حد امام مسجد تكلموا معاه، ويا ريت تروحوا الازهر، يا ريت تاخدها وتروح الازهر، يمكن هناك يكلموها بما يرضي الله بعيد عن القانون. عشان القانون عندنا الستات فاهمه غلط يا جماعه. القانون ده معمول علشان يحميكم، مش عشان يخليكم تضغوا على الناس، تستغلوا العيال سلاح نضغط بيه على الناس. لا هو نتقي الله، عشان عيالنا دول نعمة وأمانة من ربنا سبحانه وتعالى، هنتسأل عليها وهنتسأل على نفسيتهم. لازم نخاف على عيالنا يتربوا في وسطينا. الراجل هو مش عايز حاجة، الراجل عايز يشوف ابنه بس، ده حق لكل بني آدم مخلف بما يرضي الله قدام ربنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بيرضاش بكده. ايه اللي يمنع اب انه يشوف ابنه؟ ده حاجة مش عادلة. ولو القانون بيلزم بحاجه بان هي في رؤيه تتنفذ، ما اتنفذتش يا ريت الجهات اللي قانونيه القانون تتابع وتسال المرأة. ان شاء الله خير باذن الله. هتشوف ابو حمزه طمن ان شاء الله، وهانت والله المستعان. واحنا نحن علينا السعي ولكن ليس علينا ادراج النجاح. الحمد لله. السعي ده اللي انت بتعمله ده، ادراج النجاح ده هو التوفيق وعدمه، وده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. ربك كاتبه بس فربنا ان شاء الله يرضيك، وان شاء الله يا عم ربنا يكرمك وهتقابل حمزه وتقعد معاه، وربنا يخليه لك يا رب وتفرح بيه، ورزقك باحسن منها ورزقها باحسن منك. اتمنى نعمل حاجه صح بقى في قصص محكمه الاسره دي، اتمنى يعني. والسلام عليكم واهلا بيكم، شرفتوني تابعيني صوت الشارع.